ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هتكلم عن حاجه مهمه جدا 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 وتقريبا من اساس الشقه. لا تخلي بيتك شكله شيك واليجنت، لا تخلي بيتك شكله عادي، لا تخلي البيت يعني شكله مش قوي، وهي السقف. السقف من الحاجات المهمه جدا جدا في البيت، زي الحيطان زي الارض، الثلاث عواميد بتوع البيت. اول ما بنبدا نشطب بيتنا بنبدا نفكر نعمل السقف ايه. طب نعمله جيبسون بورد ولا نعمله سقف عادي؟ طب لو عملناه جيبسون بورد نعمله فلات ولا نعمله فيه بيت نور ولا نعمل ايه؟ انا هقول لكم عيوب ومميزات كل حاجه والاختيار لكم. يلا بينا. امتى اقول ان انا لازم اعمل جيبسون بورد عندي في البيت؟ هقول ان انا لازم اعمل جيبسون بورد لو انا عندي عيوب في تمصيص السقف عندي وعيوب في المحاره، فانا لازم اداريها. ده اول حاجه. تاني حاجه، لو انا عندي وصلات كتير في البيت، عندي وصلات ساوند سيستم، كاميرا، دش، تكييفات، تليفون ارضي، حاجات كتير وصلات، فانا هضطر هتكون ماشيه عندي في السقف لانها كتير، فانا هضطر اعمل جيبسون بورد في السقف كله علشان اداري ده. في الوقت ده انا هكون مضطر، لكن لو وصلات خفيفه سهله ممكن تمشي في الارضيات تمام مفيش مشكله، هنا انا مش هكون مضطر. طيب انا مش هعمله عشان انا مضطر، انا هعمله عشان انا حابب شكله وهعمله من الناحيه الديكوريه. طيب تمام، لو انت عايز تعمل السقف كله جيبسون بورد من الناحيه الديكوريه يبقى ادفع وكلف، لان الموضوع هيكون البادجت بتاعته عاليه شويه. انت شوف سعر المتر دلوقتي الجيبسون بورد كام. طبعا لما نعمله هنحتاج ان احنا لا اما هنعمل فيه ليد بروفايل لا اما هنعمل فيه ليد ماجنتيك، ودول اسعارهم مش قليله. الليد بروفايل شكله معروف، وهحط لكم طبعا صورته، شفناه اكيد في صور كتيره اخر سنتين، وشكله معروف، بيعمل اضاءه خط في الحيطان بالطول بالعرض، اشكال هندسيه، اشكال كتير قوي. التكلفه بتاعته بتكون في ايه؟ التكلفه بتكون في حاجتين. اول حاجه وهي سعر المتر بتاع بيت الليد بروفايل اللي انا هحط لكم شكله، الزوايا بتاعته، وطبعا اللمبه نفسها والترانسات. طيب الليد ماجنتيك اللي هو ايه؟ اللي مش عارفه برضو اكيد شفتوه في اخر كام سنه كده، الخطوط السوداء اللي بتكون في السقف بيتركب فيها اللمبه المغناطيسيه، بتتركب كده كده بالراحه. ليها طبعا مميزات ان انت ممكن تغيري اضاءتها في اي وقت، ممكن تغيري تقسيمتها في اي وقت، ممكن تغيري درجه اضاءتها. ممكن مثلا انا زهقت من ان هنا عامله هنا 4 وهنا 4 وفي النص 2، لا قشطه، انا ممكن ان انا اغير فيهم، احرك فيهم، اوديها يمين اوديها شمال. هحط لكم فيديوز برده باللي انا بقوله عشان الصوره تبقى اوضح. طيب لو السقف بتاعنا تمام ومش هنركب جيبسون بورد، بس احنا عايزين نركب ليد بروفايل او الماجيك لايت، ممكن نتركب في الحيطه دايركت، بس لازم يتاسس له ويتعمل حسابه كويس في الحيطان، يتاسس ترانسات في الحيطان، الكهرباء بتاعته كلها تتنقل عليها، كل حيطه يبقى فيها ترانس متحكم في الكهرباء بتاعه الجنب ده. من مميزاتها برضو انها ممكن تكون اضاءه اساسيه في البيت عندك، لان هي اضاءتها قويه، بس زي ما قلت لكم عيوبها ان سعرها غالي. طبعا المتر بتاعها بيبدا من اول 400 جنيه. شوفي بقى انت محتاجين قد ايه كام متر. الوصله الزاويه بتاعتها سعرها بيبدا من 140 جنيه. برضو شوفوا انتوا محتاجين كام زاويه عشان توصلوا الاضاءات دي ببعض. اللمبه نفسها بتبدا من 600 جنيه، الترانس بيبدا من 450 جنيه، فاحنا بنتكلم في مبلغ. طيب لا انا خلاص الموضوع ده تكلفته عاليه عليا وانا مش هعمله، فانا هعمل بيت نور بسيط كده في الاطراف واحط فيه سبوت لايت، ده يبقى شكله حلو برده معاك وتكلفته قليله، بيكون من 30 ل 45 سم من السقف. مش حابب تعمل فيه سبوت لايت لانها يعني ما بقتش اشيك حاجه حاليا، ممكن تحط فيه ليد بروفايل برده زي الصوره اللي هحطها لكم، ممكن يتحط فيه اضاءه داخليه من جوه بس وما يتحطش اصلا فيه اي حاجه. طيب لو انا مش عايز اعمل جيبسون بورد اصلا في البيت عندي، حاسه ان التكلفه عاليه عليا، عايزه الم الدنيا، عايز برده شكل البيت يبقى شيك وحلو، عايز ستاير المواسير ما تبقاش باينه، ايه الحل؟ او حتى لو انا الشقه بتاعتي ايجار فانا مش عايز اصرف فيها واكلف علشان كده كده همشي منها. طيب ايه الحل في الوقت ده؟ الحل ان احنا نعمل فياتك في الاطراف. في دلوقتي الفياتك في منه بيتحط فيه اضاءه، في منه بيتحفر فيه سبوت لايت، وكمان ممكن نستغل الفياتك ان احنا نعمل برواز حوالين مكان الستاره وندخل فيها الماسوره من جوه، او ندخل الفرع بتاع بيت الستاره الرفيع ومش هيبان خالص، وهنبقى عملنا بيت ستاره سيمبل وشيك وشكله حلو، وفي نفس الوقت بتكلفه بسيطه وقليله. عملت الفياتك في الاطراف، بس برضو حاسس ان السقف عندي فاضي، او ان انا مش عايز اسيبه كده مثلا بني
نجف بس، عايز اعمل برده حركه، حتى لو انا مش عامل فيوتك في الاطراف. طب ايه الاوبشن التاني اللي انا ممكن اعمله؟ الفكره هنا ان احنا نعمل تراك لايت. ايه التراك لايت؟ وهو اعواد بتتباع بالمتر كده، هحط لكم صورها، لونها اسود، بتتباع بالمتر، المتر بتاعها بيبدا من اول 200 جنيه. ممكن نعمل 2 متر، ممكن نعمل 3 متر، وبيتركب فيها سبوت. السبوت ده بيتباع سعره لوحده، ممكن تركب 2 3 4 على حسب الاضاءه القويه اللي انت عايزها. ودي بيبقى شكلها حلو قوي في الدريسنج روم، شكلها بيبقى حلو قوي في المطبخ. حابين تعملوها في الريسبشن اوكي، بس طبعا لازم يكون ستايل العفش بتاعكم لايق مع شكلها، ما يكونش مثلا سيمي مودرن كلاسيك شويه، لا لازم يكون العفش شكله مودرن. بتتركب في الريسبشن او في اي مكان زي ما قلت لكم، شكلها بيبقى حلو واضاءتها بتكون حلوه جدا. والميزه فيها ان احنا بنتحكم في الاضاءه، عايزين اضاءه اقوى بنزود سبوت، عايزين اضاءه اقل بنقلل السبوت، وهكذا. وفي كمان حاجه اسمها سبوت لاتش، برضو شكله بيبقى حلو، بيتركب في الحيطه، مش بيحتاج خالص جبسون بورد عشان يتوصل، هو بيتركب عادي زي وصلات النجف، ما فيهوش اي مشكله. شكله برده بيبقى حلو وشيك، بس يعني ما افضلوش قوي في الريسبشن. وهنا نرجع لحيره اول الفيديو، يعني انا اعمل جبسون بورد ولا ما اعملش جبسون بورد، ولا اعمل جبسون بورد سقف فلات، ولا اعمل ايه؟ خلاصه الفيديو، لو انت عندك مشاكل في السقف وعايز تداريها، انزل بسقف فلات في الحيطه كلها، واعمل فيه ليد بروفايل سعره خفيف ومش مكلف قوي زي الليد ماجنتيك، وشكله بيبقى حلو. طب لو انت السقف عندك تمام ما فيهوش مشكله ومعاك شويه فلوس، ممكن تعمل بيهم بيت نور وهيتركب برده فيه ستاير. طب لو الفلوس معاك اقل شويه، ممكن تعمل الفيوتك في الاطراف وتحط فيه اضاءه وتركب فيه ستاير، وهيبقى برده شكله حلو، وهتبقى لميت الدنيا.